العلاقة المؤذية من أصعب العلاقات اللي كيعانيو منها لي كوبل، يعني مخطوبين في علاقة زوجية إلى آخره. هي صعيبة، علاقة صعيبة ولكن متينة. كطرح السؤال وكتقول علاش؟ لأنه فعلًا حنا راه ما كنستطيعو شيء أن نلقاو ليها حلول، يعني اللي هي كتليق بالطرفين. قد ما هي مؤذية، قد ما هما الطرفين كيعانيو، قد ما هي كتستمر. إذن هي عندها أسباب، حنا الدور ديالنا كنشرحو شنو هما الأسباب اللي ممكن واللي خلاتكم أنكم تكونوا في هاد الحالة أولا في علاقة مؤذية ومتعبة. لأنه ملي كتكون مؤذية ça veut dire بحال قلتي نتا ولا نتي كتعطي واحد 80% من الطاقة ديالك وحتى 10% ما كتاخديهاش، دونك هادي مؤذية. مثلًا عندك أهداف في الحياة ديالك ولقيتي راسك حتى شي هدف ما وصلتيه، علاقة مؤذية. غادي تمشي للعمل ديالك وراسك خدام، قالت ليها دارت ليا غندير ليها غنفعلها، دونك هنا علاقة مؤذية، مؤذية إلى حدٍ ما، وعندها التوابع ديالها أكيد. فداك اللي كيتخلّص منها عرفوا أنه شجاع إلى أقصى الحدود، شجاع من هذا المنبر كنقول ليه، لأنه في نهاية الأمر بغا يكسب صحته النفسية والجسدية، لأنها هي غادا توقف، هي الحياة كتبقى واقفة على هاد الأذى ديال واحد كيأذي الآخر. هو السبب واضح فعلًا، لأن لي كوبل كون كانوا كيعرفوا هاد الأسباب صراحةً يقدروا كاع ما يديروا استشفاء بعيدًا كل البعد على العلاقة ما بين جوج الناس، لأنه واحد الإنسان هو قادر يعيش بوحدو في علاقة صحية مع نفسه، ولكن فضّل أنه يعيش مع إنسان آخر، دونك هنا مسألة اختيار. ولكن ملي كتولي ترجع عليه بالأذى هنا كيولي مشكل قائم بذاته، مؤثر على جميع الجوانب، على الشخص بذاته، على الأبناء، على الأصدقاء، على العلاقة المؤذية راه كتخلي هذاك الشخص بوحدو وهو راه في العلاقة، يعني بلا صحاب، بلا صحابات، بلا عائلة، بلا والو. إذن هنا خاصنا نقلبوا على الأسباب اللي خلاتنا نعيشوا علاقة مؤذية، مع العلم أن الحياة تستمر وخاصنا نعيشوا في بيئة صحية 100%. إذا غادي نعطي السبب الأول هو مثلا غادي ناخذوا الأنثى أو المرأة مثلا في صغرها وفي طفولتها تلقات الإهمال من عند الأب ولا الأخ ولا دونك، ولكن غالبية الأحيان الأب مثلا كتجي تهضر حداه ولا تبغي تلعب حداه ولا كتهضر كطفلة ما كيهتمش وكيقول تخربق. راكم عارفين المصطلحات المتداولة عند الآباء اللي ما الله يسامحهم ما عندهمش وعي. كتبان له البنت هي خاصها هي تاكل وتشرب، يعني ما خاصهاش تعنيقة، ما خاصها بوسة، ما خاصها حوار، ما خاصها متابعة، ما خاصها اهتمام. دونك هي شنو كطلع هاد الجرح هو عميق عندها، ولكن هي ما كتعرفوش لأنه كتبغى وكتكبر بدون وعي. هو كاين في اللاوعي، ما غاديش تخرجوا لنا حتى غادي تبغي ترتبط. في الارتباط عاد غيبان لينا الأضرار ديالو، غادي نمشيو للابن اللي غادي يصبح زوج وغادي يرتبط. هذاك الابن حتى هو ملي كان صغير الأم ديالو دارت نفس الشيء، ما عمرو ما كيبان ليها ولدها شي حاجة، داكوغ، كيبان ليها والدليل هو أنه الأم اللي كتعيط على ولدها المكلخ والراس مدندن ونتايا دمدومة وإلى غير ذلك، هو كيقلب مسكين حياته كلها باش أنه يثبت بلي راه أنني أنا راني صبحت راجل باش غير ترضي عليه. هاد جوج الناس اللي هدرنا عليهم كيتلاقاو في علاقة انكونسيامون، هو كرجل ولا كذكر كيقلب نهار اللي كتشوفوا هاد الأنثى هادي كيطلعها كيفاش في السما بالكلمات الجميلة والغزل والتهلية ولكن كيهبطها للأرض أسفل سافلين حتى كتولي هي شاكة في راسها، كيشككها في راسها. هنا هي فاش كنقولوا النرجسية،
نوع من النرجسيه، وهي فعلا راه هي هذه. اذا هنا هذيك السيده كتولي كدير تنازلات، تضحيات، اهمال صحتها النفسيه والجسديه، ما عارفه ما دير في الدنيا، هاي كتفكر طلع تاكل كرموس، هبط شكون اللي قالها لك. هي كذلك مثال، لانه هو تيقلب على الام ديالو تفاليدي ليه بلا راك راجل، وهي كتقلب على واحد الاب يفاليدي ليها بلا راك انت فعلا لاله العيالات ومراه وغزاله. الدور ديال المراه حتى هي ملي كتبغي تجبد داك الجرح العميق، هما راه ما عارفينش، غير باش نحطكم في الصوره، هادشي راه في سوب كونسيون. غير حنا ملي نشوفوا راسنا في علاقه مؤذيه نقولوا علاش نطرحوا السؤال على بعضياتنا. اذا كيجي الدور ديال المراه فاش كتبغي تشوف راسها راه معترف بها الاب، هو راه زوج، ومن المفروض انك تنفصلي، ودي العلاقه الصحيه وانا كنفاصلوا كنبعدوا كنخليو الدواخل يشفيهم، وكنتعاملوا في العلاقه مع العلاقه يعني. اذا هنا شنو كدير ليه؟ حتى هو كتشدو كتكبر به، انت هو الراجل اللي كنحلم به، وانت 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 وانت، حتى كيشوف راسو واو، حتى هي كدير له نفس الشيء، كتهملو، كتميك عليه، يعيط في التليفون ما تجاوبوش، ما كتعرفوش كاع واش حاضر واش كاين، الوجود ديالو ما كاينش اصلا. هنا كتخليه هو حتى هو في تردد، لا وهادي وما باغيانيش كتفلى عليا و الى غير ذلك. اذا نردوا بالنا من هذا النوع ديال العلاقات، نديروا الاستشفاء قبل ما ندخلوا العلاقه، ناديو بعضياتنا. وصعيبه عفاكم العلاقه المؤذيه، غنقولها ونكررها، صعيبه بزاف بزاف بزاف، يعني على المدى البعيد الاضرار ديالها. كنتمنى تسولوا النساء ويهضروا معكم بكل صراحه، ولا رجال ويهضروا معكم بكل صراحه، علاش المراه كتصاب بالورم ديال المبيض، وعلاش الرجل كيتصاب بالورم ديال البروستات. تحياتي.